أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ها هو نشيد دوري الأبطال عاد ليعزف من جديد، المعزوفة التي تلامس قلوب عشرات الملايين يا كيليان امبابي وتضاهي في تأثيرها إبداعات بيتهوفن وموتسارت. عاد دوري الأبطال وعادت لياليه الساحرة، البطولة التي نراهن عليها لاستعادة ذاك الشغف الذي توقف تقريبا منذ 18 من شهر ديسمبر في ساد لوسيل هنا، وحيث مدينة النور يشع منها نور بطولة دوري أبطال أوروبا في قمة ما فوق السحاب، وفي حوار باريس أمام بافاريا، صراع البي اس جي أمام البايرن. هنا في البارك دي برانس يعود باريس لمغازلة أحلامه الأوروبية أمام فرقة. هناك يتواجد ماركو فيراتي، البافاري يحاول منذ البداية وفرصة هنا تأتي تصويب لكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. البافاري يحاول أن يمر، كومان عنده كرة، لدينا تمرير مع البايرن. نتحدث عن الحكم الذي جواو كانسيلو، والعرضية ترسل عالية لكن طالت، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. تعود بعد ذلك عن طريق ليو من الطرف الأيمن، ممتازة باتجاه نيمار لكن في الآخر نونو مينديش في التغطية على الطائر تأتي تسديدة لكن جوريتسكا كرة بافار تحولت إلى خارج الملعب إلى في الأيمن لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. ما زالت قائمة بعد ذلك جواو كانسيلو، والجهة اليمنى جواو كانسيلو، التمرير لوروا جواو كانسيلو من الجهة اليمنى، عرضية، الكرة طالت تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. تغطية الكرة بتعود بعد ذلك إلى خط اليسرى، محاولة قائمة، مرور وتقدم لكلم الملك. هنا يحاول نيمار إلى ليو إلى كارلوس سولر، عند كرة وصلت باتجاه بهدفين مقابل هدف وحيد. هنا صافرة إنجليزية تأتي، خطأ كان موجود في تغطية كانت موجودة. نونو مينديش عودة إلى الخلف يبحث عن زميل وينهى الكرة من الطرف الأيسر عود الملعب، تمريرة عن طريق سيرخيو راموس بعيدة 20، عند كرة عرضية ترسل، التغطية كانت مصلحة الفريق البافاري. كيميتش يحاول فيها لكن خطأ على نيمار، تدخل كان موجود. كومان عنده كرة، كومان يبحث عن تسديد لراموس وفيراتي من جانب البي اس جي. كورامانو ينقل كرة إلى بافار، الضغط العالي، محتية دفاعية، نونو مينديش، كرة منقولة عالية داخل منطقة الجزاء، الراسية تحضر ولكن إلى خارج الملعب. جوريتسكا هذه المرة هو من حاول، جوريتسكا هذه المرة هو من مصلحة البايرن. هنا لدينا كرة باتجاهية موتينغ، كرة باتجاهية جواو كانسيلو، التمريرة زاير إمري في لقطة في فرصة لكن حارس المرمى ينسو مرتضى. كانسيلو يرسل كرة باتجاهية موتينغ لكن هنا بعد ذلك إلى ماركو، ممتازة إلى نيمار، خطيرة تأتي ولكن يان سومر وهناك تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. كانسيلو رمية جانبية ممتازة إلى جواو كانسيلو يحاول فيها لكن نونو سيرخيو، الكرة ما زالت بافارية، دوناروما يتصل التمريرة عن طريق بافار كانت مقطوعة قائمة. هنا تمريرة إلى ليو يحاول فيها يسقط، يتحصل على الخطأ للأرجنتيني. تنفيذ اليسارية تأتي ولكن اصطدمت في اللقاء، وقد نشاهد يدخل في الشوط الثاني من هذا اللقاء. مينديش من الطرف الأيسر، سرعة مطلوبة كانت حاضرة من لونو مينديش، وخطأ كان موجود على بافار اللي عنده بطاقة كرة يحاول فيها موتينغ مر موتينغ يتقدم في اليمين، فرصة واحدة، عرضية تأتي، زاير إمري. هناك توماس مولر موجود في دكة البدلاء لكن جاي نونو مينديش، عرضية، فرصة دانيلو يا سومر في التغطية، من ثم إلى خطأ يصفر حكم اللقاء أو إلى راية مرفوعة الطرف الأيسر، عرضية ترسل، الخطورة، التصويب، الله، وكأنه يعزف لحن الذكريات، ذلك اللحن الذي عزف في لشبونة. يعجل بدخول كيليان امبابي في قدم سولر، مرر ممتازة إلى نيمار والطرف الأيمن. بافار
عنده كرة دانيلو في التغطية، عادت بعد ذلك عن طريق كيليان أمام ماتياس ديليخت. وإيقاع سريع أكثر وأكثر ما بين الفريقين. جميلة، مرور موسيالا من راح، كومان تقدم، كومان عرضية سيرخي للخلف، ترسل عالية خطيرة بافارية، يفكر في تمريرة أو في تسديد لكنها كانت بعيدة. رائع. ما زالت، لكن في الأخير هناك هنا أولى اللمسات كيليان في أولى المحاولات، مبابي تمريرة من نيمار، أوباميكانو عودة إلى طريق كومان، عرضية ترسل راموس لكن الله موتينغ كلام جميلة رائعة، نقلة أخرى، فرصة مستمرة، ليو يحاول فيها لكن مقطوعة بانطلاقاته، بمراوغاته، بسحر الصراعات. الله يا لهم. كيليان مبابي استلم في الكنترول لكن تسلل، عرضية راسية توتي، الله دوناروما هذه انقل عن طريق نيمار او عن طريق تحولت الى خارج الملعب، رمية جانبية مصلحة البايرن، عرضية خطيرة راسية ولكن تغطية كانت موجودة، الكرة إلى ركلة مرمى. كما كان الحال بالنسبة لموسيالا، أيمن ماركينيوس يرسل كرة باتجاه كيليان لكن شوية تمريرة، نيمار في الاستلام ما زال يحاول والتصويبة الأخرى، هذا جول ولكن هذا الهدف يلغى. نعم ركلة ركنية، ليو على تنفيذ ماركينيوس، ليو عنده كرة من جديد ما زال يحاول فيها جمال والتمريرة، بعد ذلك مولر وذلك عن طريق أوباميكانو، عودة إلى حارس، نونو راح فرصة التعادل، يا سلام عرضية، هذه جول السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الكفتة الاقتصادية ولا رز ولا لحمة ولا فراخ. تابع معايا الفيديو. بسم الله. ايه هو المكون السحري؟ وهو المكرونة. معايا نص كيلو من المكرونة وضفت عليها كده 3 بيضات وعليهم بطاطاية كبيرة وفيهم بصلاية كده كبيرة وعليهم 4-5 فصوص كده من الثوم والخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. وهنا المكون السحري وهو معلقة من كفتة الحاتي، توابل جاهزة بتاعة الكفتة. ضربتها بقى في الخلاط واتفرمت معايا وبقت ناعمة بالشكل ده. ولو وصلت لغاية هنا في الفيديو يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. بقت معانا احلى عجينة كفتة دي بقى ولا مش كفتة. بعد كده هنبتدي ان احنا نصبعها بالطريقة العادية جدا، شوية زيت وبتصبعي الكفتة تمام، وبقت جاهزة معانا احلى كفتة. وهنحمرها في الزيت ما شاء الله، تاخد لون ذهبي جميل من الناحيتين وبقى معانا احلى كفتة. عايزة اقول لكم على ملحوظة مهمة جدا، لو هتعمليها في صلصة يفضل انك بعد ما تخلصي الصلصة تضيفي الكفتة عشان ما تفكش في الصلصة، لكن هي طعمها حلو من غير ما تعمليها في الصلصة لانها هتفك في الصلصة، هتبقى طرية مش زي الكفتة التانية تمام. فيفضل تعملي على قد الاكل بس. ويا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. خلاويص خلص الفيديو، كان سهل وسريع. اشوفكم تاني في فيديو قريب. السلام عليكم، ما تنسوش اللايك. باي باي.